كنت بدور على قهوة بس للأسف ساعات خلصانة، فمش مشكلة يعني الشاي قد الغرض برضه. عقبال بقى ما الشاي يتعمل نقف في البلكونة شوية. يا سلام، منظر ورا أروع. نفتح بقى عشان نشوف ايه اللي ورانا النهاردة. أنا نسيت المية خالص، هي غليت اهي خلاص. بسم الله. جبنا بقى ايه الفين والعسل مع كوباية الشاي والمنظر الجميل ده. يا سلام. ده احلى وقت لكوبايه الشاي على الشروق كده. عارف اني اتاخرت عليكم بس كان في شويه ظروف كده، كان عندي امتحانات والكليه كانت شغلان يعني، بس ان شاء الله الفتره الجايه اكون فاضي واحاول انزل لكم فيديوهات باستمرار. وبالنسبه لفيديو المونتاج اللي كتير طلبوا مني، انا ما نسيتكوش، انا بالفعل صورت جزء منه بس للاسف ما طلعش بالجوده اللي انا كنت عايزها، فقررت ان انا الغيه دلوقتي وهاجله لبعدين لحد ما اوصل لمستوى انا راضي عنه. وكمان بالمناسبه انا فتحت قناتين هتلاقوا اللينك بتاعهم تحت في الديسكربشن، وفي قناه منهم لو انت بتحب حكاوي الرعب وقصص الغموض والاثاره والكلام ده، فانا نزلت هناك اول فيديو بالفعل، تقدروا تشوفوه، هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الوصف وفي اول تعليق، وان شاء الله هيعجبكم. وبالنسبه برضو للقناه هتلاقوا اللينك بتاعها تحت في الوصف وفي اول تعليق برضو. الساعه دلوقتي تقريبا 7:15، وممكن نكتب المهام اللي هنعملها النهارده ونروح نلبس بقى عشان ما نتاخرش. يلا بينا. مش عارف هو ظاهر عندكم ولا لا، بس احنا المفروض نعمل المهام دي النهارده، وانا عارف ان في الاخر مش هعمل ربعها يعني، فعادي احنا بنعملها كل يوم وبنعمل واحدة منهم والباقي بنعملهم اليوم اللي بعديه، عادي عادي بتمشي. المهم ان انا عندي امتحان المفروض كمان نص ساعة، فربنا يستر يعني. يلا بقى بينا نلبس عشان ما نتأخرش. المفروض دلوقتي بقى ان احنا نجهز الشنطة وناخدها ونطلع الكلية. يلا بينا. ده انا هاخده عشان هصوره النهارده المفروض، فهينفعنا يعني. اهم حاجة كنت هنساها، حاجة الالكترو. التيم بتاعي كان هينفخني، فالحمد لله افتكرتها. ده مكانها بقى. الشنطة اتكبست على الاخر، الشنطة مش راضية تقفل يعني، ربنا يسامحها. بس كده كل حاجة تمام ان شاء الله، ويا رب ما نكون نسينا حاجة. بس معلش هيضيع كام ثانية من وقت. تخيل ان انت ممكن يجيلك عملاء من غير ما تبذل مجهود في التسويق. ده بالظبط اللي حصل معايا لما بطلت ابعت شغل في لينكات درايف او مواقع عشوائية تخلي العميل مشتت، وعملت بورتفوليو احترافي يعرض شغل صح. المشكلة هنا بقى ان 90% من الفريلانسرز بيضيعوا على نفسهم فرص شغل تقيلة عشان بس مش قادرين يعرضوا شغلهم بشكل كويس ومنظم. وخلي بالك ان العميل بيحكم من اول نظرة، ولو شاف بورتفوليو محترم ليك بتعرض عليه شغلك بشكل احترافي، فرصة ان هو يشتغل معاك بتتضاعف. وانا هنا بقى سبب ان اساعدك انك تبني البورتفوليو الاحترافي ده، يخلي شغلك يبان صح ويجيب لك كمان عملاء. لو انت مونتير او مبرمج او مهندس، او حتى لو كنت صاحب شركه ومحتاج صفحه هبوط او لاندنج بيج تعرض عليها خدماتك وتخلي العميل يشتري منك وهو مطمن، فما تقلقش، سيبها عليا ثم على الله. ابعت لي دلوقتي على الرقم ده او اللينك اللي موجود في البايو، ويلا سيبكم على الفيديو. بقى ايه عجلتنا الجميله عشان نروح بيها. يلا بينا نسلم على والدة ونيجي تاني. سلمنا عليها خلاص. الله، بسم الله بسم الله، توكلنا على الله. احلى حاجه بقى ايه ان الجامعه جنب بيتي على طول، يعني يا دوبك 5 دقايق ببقى هناك. فيلا بسم الله. على فكره انا في الاول كنت شايف
ان حته ان الجامعه قريبه دي عيب مش ميزه. وكنت عايز بقى ايه جو الجامعات وتامر حسني والكلام ده، وان الجامعه بعيده بقى واركب لها مترو وعربيات. بس مع الوقت اكتشفت ان لا، الجامعه القريبه ممتازه. زي ما قلت لكم كده، بروح بالعجله و5 دقايق وبكون هناك. صحيت بقى متاخر على امتحان، ماليش مزاج اصحى بدري، فتمام يعني. الفكره في ان انا سايق بايد واحده، وممكن ايه لا قدر الله يحصل حاجه، فايه على مهلنا. احنا كده كده مش متاخرين الحمد لله. اي نعم عندنا امتحان بس يعني الدنيا في اللذيذ يعني. وبس تقريبا ما مشيناش كتير، وده سور الجامعه من بره. يعني يا دوبك بس دقيقتين ولا اقل من دقيقتين كمان. فحته ان الجامعه قريبه زي ما قلت لكم كده، لا تمام يعني، مفيده. يعتبر خلاص وصلنا يعني الحمد لله، في اقل من 3 دقايق تقريبا. بس هنا هنركن العجله، يلا بينا. نطلع ايه المفاتيح عشان نجرش العربيه بتاعتنا زي الفل وايه وتمام. بس يا رب ما اجي الاقي حد لاعب فيها، بس عشان كل مره اجي الاقي حد بيلعب في استرعاد، فربنا يهديهم. وصلنا اخيرا كليه الحاسبات والمعلومات او الذكاء الاصطناعي، مش تفرق يعني. الجامعه الصبح حاجه، وبعد الظهر حاجه تانية خالص. دلوقتي في روقان، في جمال، مفيش زحمه، مفيش دوشه. فما يغركوش يعني الحلاوه دي. يعني هو الحلاوه دي الساعه 7 و8 الصبح بس، لكن ما بعد الظهر بقى مفيش الكلام ده خالص. ده لوجو الكليه ده. هنا قعدة البينج بونج، بس مفيش حد دلوقتي زي ما قلت لكم، الدنيا بدري وفي امتحان، فصعب نلاقي حد بيلعب دلوقتي. المفروض في الدور الرابع، بس انا شكلي هلف عشان انا مبطلعش فوق خالص، لان محاضراتنا كلها بره الكليه. ده فيلم رعب، ده فيلم رعب. الكليه فيلم رعب الصبح. قالوا لي الدور الرابع، والكليه مش عارف فيها كام دور اساسا. انا لحد الان بقالي سنه في الكليه ومش عارف في الكليه فيها كام دور. تقريبا الدور الرابع ده مهجور اساسا، فربنا يستر يعني. المكان ده صورت فيه قبل كده اول فيديو على القناه عندي. واو، اول مره اشوف المنظر ده على فكره. بنشور السكاكين في الكليه. يب، هو ده المكان اللي انا صورت فيه قبل كده. نراجع بقى ايه اي حاجه يمكن ينفعونا في الامتحان. خط مش احسن حاجه يعني، بس انا عايز اسالك السؤال ده. هو الشعار تحفه، التصميم بتاعه تحفه، والاسم تحفه. هتقول لي ليه؟ مش هقول لك، اسكت بقى يا محمود. احنا ليه ما بنلعبش كوره سله هنا؟ ولا هو عشان بتوع السكن بس؟ بجد يعني احنا لو معانا كوره ممكن نيجي نلعب هنا؟ يب متاكد. طب ما نيجي. انا موافق. ايه هذه العياده. تسمح؟ اتفضل يا باشا. تسمح؟ لا ماليش في الكلام ده خالص. ليه؟ مش الخضار؟ لا خالص. المفروض بقى ايه، هروح البيت واغير كده هدومي واستريح شويه وانزل لهم تاني، عشان فصلت الصراحه. فصلت مش قادر. انا عندي ين وعندي وان وعندي 79 دي ولا 97؟ اصل بارون. لا يلا اهو. حاجات ده مجاني. كتير قوي. 20 ميل و10 كيلو. ده كله بكام؟ ده على بعض فاكر 220.
لا استنى ما اقل قليل ممكن احنا ممكن تتخيل بجد زمان. ايوه لما بقول انا عندي الازرق. لا شايف الضخم اللي في النص ده معايا سيف وشبه بالظبط معايا ده سيف ده دي سيف لا ما كانش بجد كانت بتزعل انت ممكن سكه عن تانية شفت انت لقيته؟ تقريبا ممكن يكون عنده لانه محل كبير قوي هو رام يا اسطى. كان يوم صعب بجد، كان يوم صعب، ما نمتش من امبارح وهموت وانام بجد. اصلا مش قادر امشي، مش قادر امشي حتى يعني. ربنا يستر وما اقعش في الطريق. حبيبتي 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 وحشتيني والله. اخيرا مروحين. وصلنا البيت. طيب اللي انتوا شفتوه ده كان مجرد جزء من يومي بره البيت، ولسه في تفاصيل كتيره تانية لما برجع من بره بعملها، زي المذاكره والتصوير والمونتاج والكورسات اللي انا بدرسها. بس الجزء اللي انا بصوره لكم ده انا بصوره لكم بعد ما خلصت مونتاج الفيديو اللي انتوا بتتفرجوا عليه، ولقيت ان الفيديو طلع اكتر من ما كنت اتخيل. وسبحان الله، مع اني كنت فاكر ان هو يطلع صغير جدا، بس مع ذلك مع اني لسه ما صورتش جوه البيت، بس الفيديو كان طويل جدا. فكرت ان باقي تفاصيل يومي دي ممكن ابقى اعمل لكم فيديو تاني ليها انا مخصوص زي النهارده. لو حابين قولوا لي تحت في الكومنتات، وانا اكيد مش هتاخر عليكم يعني. بالمناسبه بقى، مش شرط على فكره يكون كل يوم مثالي، واللي شفتوه ده مش بيحصل كل يوم يعني، ساعات بيكون في اختلافات، ومش دايما بصحى بدري واحيانا بسهر. بس انا حبيت اصور لكم على الاقل اليوم اللي بنزل فيه الكليه، وانسوا ان شاء الله موضوع التاخير ده خالص، رغم اني عندي امتحانات. بس هحاول انزل لكم الفتره الجايه بانتظام ان شاء الله. ادعمني انت بس بلايك واشتراك وكومنت حلو كده. واخر حاجه حابب اقولها، وهو ان الفيديو الجاي هيكون من فكرتكم انتم. اكتر فكره هلاقي عليها تفاعل في الكومنتات هتكون دي فكره الفيديو الجاي. فانزل دلوقتي في الكومنتات وقول لي حابب فكره الفيديو الجاي تكون عباره عن ايه. ما تنساش تشترك في قناه القصص الاولانيه والثانيه اللي قلت لكم عليها، عشان هينزل عليها قصص مثيره جدا الفتره الجايه ان شاء الله. وبس انا كده خلصت. بالمناسبه قبل ما تقفل الفيديو، لو حابب تعرف تفاصيل اكتر عن كليه حاسبات انصحك تشوف الفيديو ده، فيه كل تفاصيل الكليه اللي انت ممكن تحتاجها. ولو بقى حابب تبدا في تراك البرمجه فانصحك انك تشوف الفيديو ده. وبس كده، سلام.